بيبدأ الفيلم مع شركة كرين واللي بتهتم بتصنيع الروبوتات، واللي كان من أكتر اهتماماتها إنها تصنع كلب آلي يساعد القوات الحكومية في وظيفتها. وحاولت شركات كتير قبل كده إنها تصنعه لكنها فشلت لحد ما بتيجي شركة كرين وبتصنعه، وبتنجح إنها تصنعه، وده بيكون أول كلب آلي عسكري، وبيتميز بالسرعة والقوة والذكاء الاصطناعي، وبيكون مجهز لحمل أسلحة كتير على ظهره. ونشوف بعد كده شاب اسمه هيل، وهو بيحب السباقات، وبيكون موجود مع صديق ليه اسمه سام في سباق للموتوسيكلات، ومعاهم صديقتهم سارة، وبيقدر هيل انه يكسب السبق. وبالليل بتحصل مشكلة في شركة كرين بسبب هروب كلب آلي، وبيشغل المهندس أندريا نظام الطيارات الدرون علشان يدور على الكلب ويحدد مكانه قبل ما يأذي حد. وفي اليوم التاني بيكون لسه أندريا بيدور على الكلب من خلال الطيارات الدرون ومش قادر يوصل له، وبيجيله اتصال من الحكومة الأمريكية وبيبلغوه إن المشروع التجريبي للكلب العسكري بعد يومين، وإنهم مستنيين يشوفوا نتيجة وإلا هيسحبوا المشروع كله منهم. بيعدي سام على هيل في بيته علشان ياخدوا معاه للصحراء يركبوا الموتوسيكلات ويتصوروا، وبيروح معاهم هيل وبيأدي بموتوسيكله عروض مميزة، بس أصحاب سام بيحطوا له مادة في خزان الوقود بدل البنزين وبيتسببوا في وقوعه بالموتوسيكل. وبيكون سام جايبه معاه علشان يصوره وهو بيقع لأنه كسب منه السباق، وبيسيبه وبيمشي. وبيقدر هيل انه يفدي تانك الوقود من المادة اللي فيه ويحط بدل منها البنزين، وبيحاول يشغله. وبيسمع هيل صوت جاي من حاوية موجودة في الخردة اللي جنبه، وبيروح علشان يعرف مصدر الصوت، وبيلاقي عيون حمرا بتبصله. وبيخاف هيل وبيجري بالموتوسيكل، وبيلاقي ان في حاجة بتطارده، وبيعرف انه كلب عملاق غريب. وبيفضل هيل يهرب بالموتوسيكل وينط ووراه الكلب لحد ما بيقع وسط الحديد وما بيقدرش انه يقوم تاني. وبينزل هيل وبيقرب منه علشان يشوف ايه اللي بيطارده، وبيلاقيه كلب عملاق حديد، وبيلاقيه بيستعد للتدمير الذاتي لانه خايف من هيل. بس هيل بيقرب منه وبيحاول انه يطمنه لحد ما بيهديه وبيلغي التدمير الذاتي. وبيتواصل الكلب مع هيل عن طريق موبايله، وبيبعت له معلومات عن مكان اصابته، وبيعرفه ان اسمه اكسل، وبينقله هيل تاني للحاوية اللي كان فيها علشان محدش يشوفه. وبيقعد هيل طول الليل يصلحه لحد ما بيطلع النهار، وبيكون الكلب اتعود على هيل واعتبره صديقه، وبيحرك له راسه علشان خاطر يقلع له الكمامة. واول ما هيل بيخلع له الكمامة بيكون اكسل فرحان جدا، وبيفضل يتنطط في المكان، وبيركب هيل الموتوسيكل وبيجروا الاتنين مع بعض. وفي الوقت ده بيكون اندريا قدر انه يحدد مكان اكسل، وبيستغرب ازاي اكسل قدر انه يتعود على شخص غريب، خاصة انهم كانوا خايفين ياخدوا معاه الخطوة دي. وبيقرر أندريا إنه يراقب أكسل ويحلل تصرفاته مع هيل. وفي الوقت ده بتوصل سارة علشان تطمن على هيل، واللي أول ما بيشوفها أكسل بيهجم عليها، وبتترعب سارة وبتستخبى جوه العربية. وبيحاول هيل إنه يهدي الكلب ويفهمه إن سارة صديقة، وبيخليها تلمسه بالراحة لحد ما يتعود عليها. بعدها بيحطوا أكسل في عربية سام علشان ياخدوه معاهم، لأنهم لو سابوه قابل شخص تاني ممكن أكسل يقتله. وبيوصلوا للبنزينة وما بيكونش معاهم فلوس علشان يحطوا بنزين، وبيكتشفوا ان اكسل بيقدر انه يخترق ماكينة سحب الفلوس، وبياخدوا الفلوس وبيحطوا بنزين وبيتحركوا. وبتوديهم سارة على مكان يسيبوا فيه اكسل، وبيشغل اكسل فيديو من الذاكرة، وبيكون فيديو خاص بوزارة الدفاع، وبيشرح ان اكسل تم تصنيعه للحروب، وانه مصمم عشان يتواصل مع جندي واحد بس، وانه بيقترن معاه من خلال ريموت كنترول، وانه اول ما بيقترن بيه محدش يقدر انه يكون ليه سيطرة عليه غيره. بيطلع الريموت من راس اكسل وبياخده هيل وبيحط بصمته عليه، وبياخد منه عينة دم. وبيظهر لاندريا ان اكسل اقترن كليا بهيل، وان التحكم فيه كامل دلوقتي هيبقى عن طريق هيل. وفي الوقت ده بيظهر سام وبيتخانق مع سارة لانها اخدت عربيته، وكمان لانها ليها علاقة بهيل. واول ما بيظهر هيل وبيتخانق مع سام بيظهر اكسل وبيوقع سام على الارض وبيثبته، وبيقول له هيل انه ما يجيش جنب سارة تاني، وانه هيسيبه بس المرة دي يهرب. بس سارة بتتضايق من هيل وبتقول له انه بقى شبه سام اول ما بقى معاه قوة، لانهم هم وعيلته بيتحكمين فيها هي وامها لانهم بيشتغلوا عندهم، وبتأسف لها هيل. وبالليل بيجي سام للمكان اللي فيه اكسل، وما بيهجمش عليه اكسل لان هيل بيكون فهمه انه صديقه مش عدو. وبيقلب سام بنزين في المكان وبيولع في اكسل، وبيكون صديق سام بيصور بتليفونه اللي بيحصل. وبتشوف سارة الفيديو وبتاخد هيل وبيجروا على هناك بسرعة، وبيلاقوا ان اكسل اتدمر كليا ومش بيتحرك، وكل اللي بيقدر عليه انه يبعت موقع على تليفون هيل. وبيعرف هيل انه لازم ياخد اكسل على هناك علشان يتصلح، واول ما بيوصل بيبدأ هيل في تصليحه لحد ما بيقدر انه يرجع كل انظمته للعمل.
وفي الوقت ده بيكون اندريا قدر انه يحدد مكانهم، وبيبلغ كل القوات علشان يتحركوا على هناك. واول ما بتوصل القوات بيستخبى هيل وسارة وبيهجم عليهم اكسل، وبيكون استعاد ذاكرته، قدر يحدد ان سام هو اللي حرقه وبيهرب من المكان، وبيوصل لمكان سام واللي بيكون في حفلة وبيهجم عليه علشان يقتله، وبيستخبى سام تحت العربية. بعدها بيجري من اكسل وبيخوفه بالنار لحد ما بتطفي، وقبل ما يهجم عليه اكسل بيوصل هيل وسارة وبيقفوا قدام اكسل وبينقذوا سام، وبيفهموا اكسل انه صديقه مش عدو. وفي الوقت ده بيكون اندريا متابع كل اللي بيحصل، وبيشغل نظام الطيارات علشان تهجم على اكسل وتفصله عن العمل، لحد ما بيقع اكسل على الارض، وبتوصل القوات وبتاخد اكسل وهيل معاهم. وبيفشل اندريا انه يتحكم في اكسل، وبيقول لهيل انه يديله الريموت علشان يسيبه هو وسارة ويطلق سراحهم. وبيفوق اكسل وبيحرر سارة وهيل وبيقدروا انهم يهربوا، وبتيجي قوات الحكومة الامريكية وبتقبض على اندريا بسبب فشله في الحفاظ على ممتلكاتها، وبيكونوا عايزين يقبضوا على اكسل وهيل وبيطردوهم بالطيارات لحد ما بيقعوا من على منحدر وبيتكسر ذراع هيل وما بيقدرش انه يكمل، وبيأمر اكسل انه يهرب علشان ما يمسكوهوش. وفي اللحظة دي بيقرر اكسل انه يدمر نفسه وينفجر قبل ما القوات تقبض عليه، وبينهار هيل وهو شايف اكسل بيتحرق وبيموت. وبعد وقت بيكون سارة وهيل على البحر، ووالده بيبعت له ظرف، ولما بيفتحه بيلاقي ريموت اكسل فيه، واول ما بيحط بصمته عليه بيتحمل برنامج خاص باكسل على موبايله، وبيعرف هيل ان اكسل ما ماتش وممكن يرجع له تاني. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.